يلا بينا نعمل مع بعض تشورز اسباني سهل وسريع، مش هياخد في ايدك ربع ساعة وكمان مقرمش قوي. اسمعي. روعة. عندي كوباية من المية حوالي 240 ملي، عليها مكعب من الزبدة حوالي 30 جرام. هفضل اقلب فيهم على النار لحد ما الزبدة تسيح تماما. اول ما الزبدة تسيح هنزل عليها بكوباية من الدقيق، وافضل اقلب المكونات كويس مع بعض لحد ما تكون معايا عجينة متماسكة مفيش فيها اي تكتلات ولا دقيق، زي كده تماما. في طبق تاني هبدأ ان انا افردها عشان تبرد معايا، عشان اقدر احط بقية المكونات ما تأثرش عليها. افرديها كويس عشان ما تبقاش حتة اعلى من التانية، عشان كله يبرد مع بعضه. 5 دقايق هتكون بردت. هنزل عليها ببيضة، وطبعا بيض يعني هنحط عليه فانيليا، ونقلبهم كويس مع بعض لحد ما يمتزجوا سوا. في كيس حلواني حطيت فيها العجينة، وبدأت ان انا اشكل. البلبلة بتاع العجينة عندي كانت حجمها كبير، فكان طالع شكله كبير. لو انت عندك المقاس الصغير هيفرط معاكي اكتر، وتقدري تتحكمي في الشكل اكتر. في زيت سخن بدأت ان انا انزل فيه التشورز مع ورق الزبدة، بيطلع طبعا بسهولة زي ما انت شايفة. ولو التشورز بيتشال معاكي من غير ورق الزبدة تقدري تحطيه كده. هجهز بقى نص كوباية من السكر، عليها معلقة صغيرة من القرفة، عشان ايه اطلع فيها التشورز اول ما يطلع من على النار. اول ما يبدأ ياخد اللون الذهبي الجميل ده هبدأ ان انا اقلبه. عجينتها جميلة جدا وسهلة، هي طبعا قريبة من بلح الشام عندنا. طلع اهوت، حطيته بقى في السكر وابدأ اقلبه كده عشان السكر يمسك فيه وهو سخن كده. اول ما السكر يمسك فيه كده تمام، هبدأ ان انا اجهز لصوص الشوكولاتة. مكونات سهلة خالص وبسيطة. عندي معلقة من النشا، احط عليها معلقة من المية ومعلقة من السكر، وحوالي 50 جرام من اي نوع شوكولاتة عندك، ونص كوباية حليب. وعلى النار هفضل اقلب فيهم لحد ما يبقى معايا بالشكل ده. بس كده، والوصفة بتاعتنا بقت جاهزة، مش محتاجة غير ان احنا ناكلها. سهلة وسريعة ومش هتاخد في ايدك اي حاجة، وطعمها جميلة جدا ومش مسكرة للناس اللي مش بتحب الحاجة المسكرة، ومقرمشة قوي. المرة الجاية هجربها اقليها في الاير فراير واقول لكم عملت معايا ايه. جميلة جدا، جربوها. ما تنسيش لو عجبك الفيديو تشتركي في قناتي وتحطي لايك وتقولي بتشوفينا منين. وشكرا ليكي لو شفت الفيديو للاخر.